ايه ده؟ هو مش المفروض الشياطين متسلسلة في رمضان؟ طب ازاي لسه في ناس بتغلط وتعمل مشاكل وحوادث؟ هو في شياطين بتاخد اجازة وشياطين لا؟ بص بقى، العلماء قالوا ان اللي بيتسلسل في رمضان هما كبار الشياطين، لكن النفس البشرية اهو دي بقى مش بتتسلسل معاه. يعني انت طول السنة عمال تتخانق وتتنرفز وتتعصب وتعمل مشاكل، وفجأة رمضان بيجي، هل هتلاقي نفسك ملاك؟ لا يا نجم، النفس متعودة على حاجات معينة، ولو ما حاولتش ان انت تتحكم فيها بنفسك هتفضل تعمل نفس الغلطات، حتى لو ابليس ذات نفسه قاعد بيتفرج عليك ومش قادر يساعد. تخيل بقى ابليس ذات نفسه قاعد متسلسل وبيقولك شايف، انا ماليش دعوة، الناس هي اللي مكملة لوحدها. الخلاصة ان رمضان فرصة اننا نتحكم في نفسنا، مش نستنى حد يغوينا. لو النفس بقت اقوى من الشيطان يبقى العيب مش في ابليس، العيب فينا احنا. حاولوا تخرجوا من رمضان نسخة احسن من نفسكم، مش مجرد واحد كان بيعمل غلطات وبيبررها بوجود الشيطان. قولولي بقى ايه اكتر عادة نفسكم تتخلصوا منها في رمضان، واوعوا تقولولي الاكل، لان دي حرب تانية خالص. السلام عليكم.